كل الدول اللي سمعت نصيحه صندوق النقد الدولي قعدوا في خراب. مصر ليست في حاجه لقرض صندوق النقد الدولي. المسؤول اللي موجود جاهل، لا يجهل. تعالى انت عاوز قرض ليه؟ هو في دماغه ان الصندوق اول ما يقول اوكي املي يا ابني الشنط موجوده 4 و8 والمصحف ابدا، ده هيديك اول شريحه 1 و2 من 10 وتقعد سنه جربها. تشتغل خدام عندي ربنا وفقك وخدام وتمام وبتسمع الكلام يديك الشريحه الثانيه. انت عاوز منه ورقه تروح تشحت من حته ثانيه، ده انت حقير. كل واحد يعلق الفشل. شفت انا يا بابا زميلي بيشد مني الاستيك، ده الامتحان جه من خارج المنهج، ده الابله مستقصداني. قول ان انا بليد وما ذاكرتش، هو ده الكلام. انا يا سيدي الفاضل ماليزيا كان من الممكن ان تتقدم. هل الامريكان كانوا يسمحوا ليها بالتقدم؟ الا اذا كان رجل هناك قوي في ازمه 97 وحضرتك بتتذكر دي ازمه شرق اسيا، مش كده؟ كل الدول اللي سمعت نصيحه صندوق النقد الدولي قعدوا في خراب. ماليزيا اللي طلع واحد محترم الحاج مهاتير محمد قال سيبك من الكلام ده، احنا جوه عندنا، احنا اللي بنحل، مش كده؟ احنا اللي بنحل مشاكلنا. حد يقدر يعمل له حاجه؟ لا. العالم لا يحترم سوى الاقوياء. خلينا نجيب من الاخر كده عشان نعرف الناس دول كويسين ولا ناس وحشين ولا عارفين يديروا ولا بيتنقلوا على عينهم. مفيش حاجه نعرف الدنيا في ايه. واحد، كلمه مصر معناها مليون كيلو متر مربع، 238 مليون فدان، 3500 كيلو متر بحر ابيض وبحر احمر، 1100 كيلو متر نهر النيل.